عقدته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقصر المؤتمرات محمد السادس بأسخرات. ونتوجه مباشرة إلى قصر المؤتمرات بأسخرات لنتعرف على المستجدات مع الزميل المهدي الراضي. المدرب البلجيكي إريك جيريتس أخيرا حل بالمغرب لبدء رسميا إشرافه على رأس الإدارة التقنية لمنتخب أسود الأطلس، وهو في هذه الأثناء يعقد ندوة صحفية أكيد سيتم الحديث خلالها على عدد من النقاط أبرزها الأهداف المستقبلية، كذلك الأهداف الآنية، وكذا البرنامج. في هذا اللقاء الإعلامي جيريتس تحدث عن أهم النقاط التي سيباشر بها عمله في الأسابيع القليلة المقبلة، منها رحلات مكثفة لمقابلة الدوليين المغاربة والتي ستشكل محور أولوياته على المدى القصير. كما أكد في هذا اللقاء الإعلامي جيريتس تحدث أيضا عن علاقته بالجامعة الملكية المغربية للعبة، كما أبدى تصوره لتشكيلة المنتخب الوطني في المباريات المقبلة. الندوة لا زالت متواصلة إلى الآن. جيريتس عبر عن امتنانه لثقة الجامعة والضغط الذي عاشته الساحة الكروية الوطنية بعد طول انتظار. نتابع تصريح جيريتس. Président, parce que la confiance que vous avez eue en moi m'a donné un sentiment très très fort. Je sais bien que vous avez eu beaucoup de stress à cause de moi pour les derniers mois, mais croyez-moi, j'ai eu ma part aussi.